السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل الكنافة بالفراولة والكريم شانتيه. يطلع طعمها حلو جدا. طبعا معانا الكنافة اهي زي ما انتم شايفين، بس اول حاجة هنبدأ بيها هنعمل الشربات بتاعها. ادي معايا كوبايتين من السكر، وعليهم كوباية ونص من المية، وعندي كمان معلقة كبيرة من العسل الجلوكوز اللي احنا بنعمله في البيت اهو. انا بعمله في البيت، ما بشتريهوش من بره. بصوا تقيل ازاي وحلو جدا. هو مقاديره سهلة خالص وبسيطة، وبينفع معاكي في اي حلويات. هنرفع الشربات بتاعنا على النار، واول ما يبتدي يغلي هبتدي اعصر عليه نص ليمونة. وطبعا مش هقلبه خالص لحد ما يغلي، واول ما يغلي هبتدي اقلبه زي ما انت شايفة كده، وحوالي 5 دقايق بالظبط، وهشيله من على النار علشان يبرد. ادي القوام بتاعه، انا مش عايزاه يبقى تقيل قوي علشان الشربات بتاع الكنافة ما بيبقاش تقيل. ادي الكنافة عندي، هبتدي اقطعها بايدي. طبعا لو من الفريزر هتبقى في الكبة احسن، ممكن لو مقص ماشي، بس دي عشان فريش لسه جايبينها يعني، فهقطعها بايدي كده او هفككها بايدي زي ما انت شايفة كده. هي طريقتها سهلة خالص وبتبقى حلوة قوي. اهي بصوا فككناها خالص زي ما انت شايفة اهو. وهنبتدي نحط عليها 3 معالق من السكر البودرة. ده عندي كيلو من الكنافة، وعندي كوباية ونص من السمنة. لو حابة كوباية سمنة ونص زيت مفيش مشكلة، لو حابة كوباية ونص من السمنة بس برضو مفيش مشكلة عادي. المهم نظبط السمنة بتاعتها والسكر عشان تطلع مظبوطة معانا اهو. وابتدي اغلف الكنافة بالسكر والسمنة كويس جدا واقلبهم مع بعض زي ما انت شايفة كده. لازم الكنافة كلها يبقى فيها السمنة والسكر. عندي بقى صاج مدهون بزبدة، ابتدي اوزعها في الصاج كلها، وابتدي انزل بالكنافة بتاعتي. ممكن تتعمل بالمانجا، وممكن تتعمل بالفراولة، تبقى طعمها حلو جدا. هي بسيطة خالص ومش بتاخد وقت. طبعا انا عملتها في صاج عشان كان المفروض تبقى في صينيتين نفس المقاس، بس مفيش نفس المقاس الصينيتين، فعملناها في صاج وهنقسمها. اهم حاجة بقى ضغطة الكنافة دي، لازم اضغط عليها كويس جدا بكوباية بقى او بطبق بايدي اي حاجة، المهم لازم اضغط على الكنافة كويس جدا عشان ما تفكش مني اهو. اي مج عندك كده واضغطي بيه جامد جدا، وسويها في الصاج او في الصينية كويس، واضغطي كمان على الحروف. هندخلها الفرن تستوي وهطلعها تاني. هنا عندي كوباية ونص من الكريم شانتيه. على بال ما تطلع من الفرن نكون عملنا الكريم شانتيه بتاعها. وهنا عندي كوباية لبن متلج ساقعة جدا، وكمان عندي معلقتين من القشطة. لو الكريم شانتيه فيه سكر محلى يعني ما بتضيفيش عليه سكر، لو مفهوش حطي معلقتين سكر بودرة معاه اهو. وابتدي اضرب بالمضرب زي ما انتي شايفة، عشان انا عايزة القوام بتاعها يبقى تقيل شوية اهو. ده القوام اللي احنا عايزينه. ولو عايزاه يتقل شوية كمان دخليه الفريزر حوالي ربع ساعة بالظبط. طلعت عندي صاج الكنافة اهو ما شاء الله. طبعا الشربات بتاعها
بارد او دافي حاجة بسيطة، ابتدي بقى ارش على صينية الكنافة كلها اهو. بصوا ما شاء الله حلوة جدا، واسيبها تبرد شوية عشان طبقة الكريم شانتيه. هبتدي بقى اقسم الصاج عندي بالنص عشان تطلع متساوية اهو. زي ما انتوا شايفين خدنا النص بتاعها، وهنبتدي نوزع عليها الكريم شانتيه بتاعنا اهو. ادي الطبقة الاولانية، وعندي طبعا فراولة متفرزة اهي، هنبتدي نرص عليها قطع الفراولة. بجد الفراولة مع الكريم شانتيه والكنافة بيدوها طعم حلو قوي. هخلص باقي رص الفراولة اهو زي ما انت شايفة كده، واجيب طبقة الكنافة التانية واحطها عليها. بس ما شاء الله الكنافة طرية كده وحلوة. عندي بقى الكريم شانتيه بتاعي، ابتدي ازينها من على الوش. ممكن احط طبقة وافردها، وممكن ازينها كده مفيش مشكلة، الطريقة اللي انا عايزة اعملها بيها عادي. احنا حبينا نعمل لها شكل كده فقلنا نزينها بالطريقة دي. وابتدي اوزع ما بينهم فراولة اهو. حطينا الفراولة ووزعناها ما بين الكريم شانتيه، وبدأنا نوزع كريم شانتيه تاني على الوش. بجد طعمها جميل جدا، جربوها وقولوا لنا رأيكم ايه، وما تنسونيش في اللايك والشير واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا ان شاء الله. هي سهلة وبسيطة جدا وبتطلع طعمها حلو قوي. هنا خلاص صينية الكنافة بتاعتنا خلاص خلصت اهو. لو في حتة بس ما فيش فيها فراولة بنبتدي نزود الفراولة فيها اهي. ما شاء الله طعمها حلو جدا، والطبقة اللي في النص طعمها جميل جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه، واشوفكم في فيديو جديد على خير بإذن الله.